موجات ضخمه جدا للتحرش الجماعي، والنموذج بتاع اسكندريه اللي كانت بتشتغل على التوعيه والعنف، وكانت النتيجه اللي حضرتك وصلت لها هو 0 تحرش جماعي، وان عدد التحرش في 3 ايام العيد هم 5 حالات تحرش فقط لا غير. اعتقد ان اسكندريه السنه دي قدرت تعمل حاجه محترمه جدا. احنا هنا في اسكندريه حققنا معدل صعبه، كافحنا التحرش وقللنا النسبه لا تذكر جدا، وبالتالي الشق الثاني اللي هو اللا عنف ثم اللا عنف ثم اللا عنف، ان احنا ما هدمناش كرامه المواطن، ما تعدناش عليه بالضرب او الاهانه او ايا كان نوع العنف اللي تم. طبعا الشكر ليكم جميعا اول حاجه، ونشكر المجلس القومي للمراه كيفيه تكوين الفريق المستمر، ويبقى ده يعني عمل تطوعي موجود بيستمر. انت بتروح عندك امتحانات بس حد بيغطي مكانك، حد بيشتغل بعد كده بس يسلم الراي اللي بعده، ويستمر المنظومه وتكون اسكندريه بجد اصل هي بدون تحرش وامان زي زمان ازاي لوحدها. الاستاذ خالد حازم خالد. الاستاذ عبد الله المتوكل. الاستاذ محمد احمد مصطفى. الاستاذ ابراهيم الالفي. الاستاذ مينا ناجي.